معزومين عند رجل هنا في الرياض. فسبحان الله قال أنا بذكر لك قصة، قد اتصلت عليك كذا مرة، هو فعلا اتصل علي وبذكر القصة هذه لك، ولكن سبحان الله ما تيسر. فعزمنا البارح تعشينا عنده الله يجود عليه. يقول أنا كنت سجين قبل 30 سنة تقريبا. يقول سبحان الله كان أحد السجناء يمني. يقول أن هذا اليمني كان قبل 30 سنة أو 35 سنة كان في السعودية مجهول بدون شيء، هو وأسرته ونسيبه. يقول خلاص قلنا بنرجع لبلدنا، قال فرجعنا. يقول في طريقنا، قال في طريقهم راجعين، قال مروا على مزرعة، قال قلنا بناخذ من المزرعة هذه ماء، معنا جركلين. قال قلت لزوجتي وأخوها وأطفالي تقدموا، أنا بأعبي الجراكل هذه ماء وألحقكم. يقول عزمت دخلت على هذه المزرعة هذه، وقال عبيت جركل وبديت أعبي الجركل الثاني. قال فلما بديت بالجركل الثاني جاء ولد صاحب المزرعة، قال وش دخلك هنا وايش دايم بك وش تبغى؟ قال يا رجال تاخذ مويه. قال لا كب المويه اللي عبيتها. يا رجال هو داخل بيتهم جوا البيت؟ لا المزرعه مزرعه خف شوي بعد. كب المويه. قلت يا رجال انا بكبها. قال اقول لك كبها، وقال تلفظ علي كانه قال لو ابوك يعني يدري ما خلاك تتكلم علي ولا تعرف شاب. قال كان الشاب هذا يتكلم علي ويسبني ويتكلم علي ويتلفظ علي. قال اخذ لي حجر عندي، وقال وارميه به واضربه في راسه، قال ويموت في الحال. مات. لا اله. الغضب الله يعافينا وياكم. قال يا طالع لا والله ان الولد ميت. قال رجعت على الجركل الثاني عبيته وخيت الجركلين ولحقت بزوجتي. ما درى انه ميت؟ لا درى. وعبى الجركلين؟ ايه مو بصح. ايه تسلم. قال فلحقت بنسيبي وزوجتي، قلت خذ المويه، انا حصل تحملت لي مصيبه. قال وش اللي حصل؟ قال جاني شاب من هناك تكلم علي ورميته بحجر ومات، ما جيت منه وهو ميت. قال نسيبي يا رجال مشينا، انت مجهول ما حد درى عنه يا اخي. قال قلت والله لو كان اهل الارض كلهم ما يدرون فان الله يدري. الله يراني وين اروح فين، لكن الله يستر عليكم وعدوني انا برجع وبسلم نفسي. حلو. واللي يصير نصير قصاص، يصير اللي يصير خلاص. هذا امري الى الله سبحانه، وهذه مصيبه انحلت